لو سألت أي طالب الآن من هو محمد، يقول لك محمد رسول الله، مثل موسى رسول الله، مثل عيسى رسول الله. لا، يختلف. في فرق بين رسالة محمد صلى الله عليه وسلم ورسالة موسى ورسالة عيسى ورسالة جميع الرسل. رسالة محمد تختلف. ما هو وجه الخلاف؟ كل رسول أرسل إلى قومه خاصة، إلا محمد صلى الله عليه وسلم أرسل للعالمين. موسى رسولا إلى فرعون وبني إسرائيل، وأخو هارون معه، وبني إسرائيل بعث فيهم رسل كثير، آخرهم عيسى بن مريم، ورسولا إلى بني إسرائيل كما قال الله على لسانه. إذن كل أمة بعث فيها رسول، وإن من أمة إلا خلا فيها نذير، إلا محمد بعث لمن؟ للعرب؟ لا. للعجم؟ لا. لقرن من القرون؟ لا. بعث للإنس والجن، للعرب والعجم، بعث للعالمين. وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. فإذا سئلت عن محمد صلى الله عليه وسلم ماذا تقول في هذا الرجل، فأنت ماذا تقول؟ إذا قلت رسول الله، يجب أن تعلم قدر الرسالة التي بعث بها الرسول، وقدر الرسول الذي بعث بالرسالة. فالرسالة أعظم رسالة، لأنها جمعت الرسالات كلها. ما بعث رسول برسالة إلا وأدمجت رسالته في رسالة محمد صلى الله عليه وسلم. فإذا كان لوط بعث بالتوحيد والأخلاق، وإذا كان هود عليه السلام بعث بالتوحيد أيضا ووفاء الكيل، وشعيب بعث شعيب بعث بالتوحيد ووفاء الكيل، وعيسى عليه السلام بعث بالتوحيد والعدل، وكذلك كل نبي بعث بالتوحيد وبعث بمهمة مع ذلك التوحيد. فإن محمدا صلى الله عليه وسلم بعث بذلك كله. داود بعث بالتوحيد والموعظة، كان الزبور موعظة يقرأ على الناس، ويقرأ في جلسة واحدة. الزبور ما هو إلا صفحات، ساعة واحدة وتنتهي من قراءته، لكن مع ذلك كتاب أنزل على داود يتغنى به، وصوت داود جميل جدا وهو يتغنى بالزبور، حتى إن الجبال أوبت معه والطير أوبت معه. ولكن ما أعطيه داود في زبوره موجود في قرآننا، وما أعطيه موسى في توراته موجود في قرآننا، وما أعطيه عيسى في إنجيله موجود في قرآننا. إن هذا يعني هذا القرآن لفي الصحف الأولى، صحف إبراهيم وموسى، ما أنزل عليهم شيء إلا وأنزل علينا مثله في قرآننا، بل أنزل علينا في قرآننا ما لم ينزل عليهم. أبشر بنورين أوتيتهما لم يؤتهما نبي قبلك، فاتحة الكتاب وخواتيم سورة البقرة. إذن لا بد أن تعلم أن الجواب على هذا الرجل ليس فقط تقول هو محمد بن عبد الله، لا يكفي هذا. لا بد أن تعرف من هو محمد بن عبد الله. محمد بن عبد الله الرسول الذي آمن به من كان قبله ومن جاء بعده على حد السواء. الرسول الوحيد الذي كلف الناس أن يؤمنوا به قبل أن يخلق. كيف يؤمنوا به قبل أن يخلق؟ نعم. وإذا أخذ الله ميثاق النبيين الألف واللام أفادت الاستغراق، ميثاق النبيين، لما آتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول، هذا الرسول هنا محمد ابن عبد الله صلى الله عليه وسلم، مصدق لما معكم. إيش يصير؟ لتؤمنن به ولتنصرنه. قال أقررتم ما أخذتم على ذلكم مصري؟ قالوا أقررنا. قال فاشهدوا وأنا معكم من الشاهدين. فشهد الأنبياء جميعا أن محمدا رسول الله قبل أن يخلق محمد رسول الله. إذن يختلف هذا الرسول منة من الله. لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا.
هل تدري أن جميع الأنبياء كل واحد منهم يتمنى أن يكون فردا من أمة محمد صلى الله عليه وسلم؟ كل واحد تمنى، آخرهم عيسى بن مريم تمنى أن يكون فردا ودعا الله فاستجاب الله له، هو الوحيد. موسى دعا الله قال رب إني أجد في التوراة أمة كتبهم في صدورهم يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر اللهم اجعلها أمتي. قال يا موسى تلك أمة محمد صلى الله عليه وسلم. قال ربي فاجعلني من أمة محمد. قال لا لست منهم. عيسى قال ربي إني أجد في الإنجيل أمة تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر وقرآنها في صدورها يقرؤونه فاجعلها أمتي. قال تلك أمة محمد. قال ربي فاجعلني من أمة محمد. قال أنت منهم. ولذلك لم يمت عيسى، وإنما نام ورفع نائبا، وهو الآن في السماء الثانية نائما، وسيستيقظ قبل قيام الساعة وينزل آية من آيات الله وعلما من أعلام الساعة، ويؤمن به كل من كان من أهل الكتاب مصدقا لعيسى بن مريم. وإن من أهل الكتاب إلا ليؤمنن به قبل موته. يؤمنن فعل مضارع، وفعل المضارع يدل على الحال والاستقبال قبل موته، فدل على أن عيسى لم يمت بعد.